مشاهدينا، لأول مرة في دولة الإمارات نظمت أمسية كردستانية من وحي الثقافة والأجواء الكردية الغنية المتنوعة تحت عنوان ألوان من كردستان. يتضمنها عرض مجموعة من قطع الأزياء التراثية النادرة والتي تعود إلى أكثر من 100 عام، إضافة إلى فعاليات أخرى. المزيد راح نتعرف عليه في التقرير التالي. ألوان من كردستان، أمسية جمعت لأول مرة كردستانيي العراق المقيمين في دولة الإمارات وسكانها في أجواء كردية حميمية بهدف تبادل الثقافات والتعريف بدور المرأة الكردية والطبيعة الكردية من خلال هذه اللوحات التشكيلية التي جعلت من الألوان لغة الخطاب. هي أنا حقيقة فخور بهذه السهرة اللي هي تمثل الفولكلور العراقي اللي هي الجزء المهم من العراق وهو إقليم كردستان. حقيقة إقليم كردستان يمثل جزء مهم وعريق من ما هو حضارة العراق وحضارة العراق المتنوعة. من لغة الألوان إلى لغة الأزياء التي اختارتها مصممة الأزياء ديلا مراد بتمعن لتنقل الحضور في جولة بين مختلف مناطق كردستان، فمن الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. كل زي من هذه الأزياء يمثل تراثا يعود إلى أكثر من 100 عام. الألوان والأقمشة والإكسسوارات كانت عناوين عريضة تعبر عن خصوصية كل منطقة على حدة. العرض تبعي هاليوم الثمان قطع الأولى هي قديمة جدا، يعني حوالي بعض القطع أكثر من 100 سنة، فهذه عشان العالم تتعرف بالزي القديم، يعني اللي قبل ما أنا أغيره أو أنا أسوي الموديلات مالتي. لم ينسى الأكراد في هذه الأمسية ما مروا به من معاناة من خلال أفلام قصيرة تذكر بما مضى من مآسي وذكريات أليمة، يتمنون عدم عودتها مرة أخرى لتحل الأنغام والدبكة الكردية لتعيد الفرح إلى قلوب الحضور من جديد. أمسية ألوان من كردستان ليس فقط حلقت بالحضور إلى مجموعة من المناطق المختلفة في كردستان العراق، وإنما جعلت من الألوان نقطة تواصل للتعريف بالثقافة والفن والتراث الكردي، مؤكدة أن الأمل والبسمة يولدان دائما بعد المعاناة. لبرنامج صباح الخير يا عرب، هند بومشمر. إن شاء الله دائما يكون فعلا في ابتسامة تولد بعد المعاناة.